طب ايه علاقته باللي احنا بنقوله برضه؟ علاقته ان الزمالك كان في هذا الموسم رغم كل الازمات اللي كان بيمر بها نادي الزمالك، يعني ممكن جميع المحللين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، فصلوا عليه وسلموا تسليم. ألف مبروك لنادي الزمالك الحصول على لقب الدوري موسم 2025-2026، وما أصعبه لقب هذا الموسم وما أجملها منافسة بين ثلاث فرق: زمالك، بيراميدز، اهلي. بنقولهم بالترتيب كده كترتيب اول تاني تالت. طبعا الف مبروك لنادي الزمالك وجمهوره، يستحقوا اللقب بعد خساره لقب بطوله الكونفدراليه الافريقيه. يعني ربنا كافئ جمهور الزمالك طبعا بالفرحه ان هم يستحقوا من اللقب بصراحه رغم كل الازمات وكل الصعوبات. بنقول للنادي الاهلي هارد لك، لو النادي الاهلي كان في نفس الفكره كنا هنبارك برضو النادي الاهلي وجمهوره. النادي الاهلي فريق كبير وجمهوره كبير ايضا، الزمالك فريق كبير وجمهوره كبير. نتمنى النادي المصري برضو فريق كبير ان شاء الله نشوفه بعد كده في المنافسه ويحصل على القاب ان شاء الله باذن الله. جميع الفرق الجماهيريه تستحق الفرحه علشان خاطر جمهور، وده اللي احنا دايما بنقوله والناس كلها بتتكلم فيه، الكوره فعلا للجماهير. فدي كانت يعني حاجه كده حابين ان احنا نبارك للزمالك، وهنعمل مقارنه برضو كده بسيطه. يعني ده بما ان مجالنا بقى ده تليفون، باللي احنا بنقوله برضه علاقته ان الزمالك كان في هذا الموسم رغم كل الازمات اللي كان بيمر بها نادي الزمالك، يعني ممكن جميع المحللين وجميع النقاد وجميع الجماهير وجمهور الزمالك نفسه ما كانش يتوقع ان الزمالك يوصل للمرحله اللي هو فيها دي، يوصل انه يحصل على بطوله الدوري بعد فتره كبيره من غياب، ومن احسن الالقاب اللي الزمالك حصل عليها في الالفيه الاخيره. بطوله صعبه رغم الازمات اللي احنا بنقول عليها، قيد ايقاف قيد وازمات ومستحقات لعيبه، كل حاجه الزمالك مر بها بهذا الموسم يعني كانت صعبه. فانه يحصل على اللقب في الظروف دي، ده طبعا بالنسبه لجمهور الزمالك افضل لقب في الفتره الاخيره طبعا وفي الالفيه الاخيره، انا شايفه كده. فبنقول لهم الف مبروك. فكان الكل شايف ان يعني ان في تليفون يعني تليفون مش كبير، ان الزمالك مش هيقدر ان هو يكون منافس على الالقاب في هذه الفتره بالصعوبات، لكن الزمالك قال للكل انا مش كده، انا كده. ففي الفعل الزمالك هذا الموسم، الزمالك ما شاء الله فريق كبير، يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق. ألف ألف مبروك لنادي الزمالك وجمهوره، وإن شاء الله دائما وأبدا نتمنى الأفضل للكرة المصرية في القادم بإذن الله. وما أجمل بداية ونهاية للكلام، بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. نتمنى الحلقة تنال إعجابكم، ونتمنى ان كل الجماهير اللي تشوف الحلقه تدخل تصلي على النبي، وده احسن حاجه طبعا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.